أهلا وسهلا بكم في القناة. اليوم أنا كجزائري حر متمسك بدينه أفتخر كوني مسلم. سوف أرد على هذا الإنسان الجاهل علي منصور الكيالي، الباحث والمهندس المعماري السوري، الذي أدلى بتصريحات مثيرة للجدل حول قضية تعداد الزواج. كيف يا إنسان أن تخول نفسك أن تفسر الدين على هواك من منطلق لا علاقة له بأساسيات الدين الإسلامي، وأنت لم تدرس الشريعة الإسلامية، وتفسر الدين على هواك، وتتكلم في أمور أنت لا تفقهها. فنحن كجزائريين مرجعنا الأصلي هو المشايخ، وكذلك المفسرون كالبخاري وغيرهم. أنت تريد أن تغير النصوص القرآنية على حسب هواك، وهذا الأمر مرفوض. الأجدر بك أن تبدع في مجالك، وهو البحث العلمي والهندسة المعمارية، بدلا من الكلام في الدين في أمور لا تفقه فيها أمرا. وكذلك يجب عليك أن تفتخر بدينك وأن تنشره بالطريقة الصحيحة إن كانت لك نية في ذلك، نية صحيحة وسليمة. فنحن لا نحتاج علمك إطلاقا، كونك لا تضيف له أي أمر، ولا يحتاج أصلا ديننا الإسلامي إضافة من أشخاص مثلك. فأنت تمثل نفسك ولا تمثل الوطن الذي أنجبك وهو سوريا. فاتق الله في نفسك، ولا تتكلم في أمور لا تفقه فيها.